السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايلكم فيديو جديد من بقاله كتير ما نزلتش فيديوهات، اعذروني. الحمد لله انا جايلكم النهارده فيديو حلو قوي. هنعمل بقى محشي. الجو ساقع كده ومحتاجين بقى شوية محشي كده سخنين عشان نتدفى. عملوا بطريقة حلوة قوي، كانوا شوية محشي حلوين وهوريكم وانا بسلق الكرنب وهنعمل المحشي. تعالوا بقى نشوف هنعمل المحشي بتاعنا ازاي. واول حاجة بقى هعملها ان انا هسلق الكرنب الاول. تمام. انا معايا كرنبايه كده، الكرنبايه دي بقى كده جايه من الغيط، طازه كده وشكلها جميل وطعمها تحفه وزي الفل. انا بقى هشيل الورق الاخضر الاول، وبعد كده بقى ايه، هقور الكرنبايه علشان اشيل الراس علشان نسلق الكرنب. سكر. الكرنب ده كان طعمه مسكر جدا، مزروع في الارض بقى وجاي من الغيط كده، حاجه كده تحفه. معايا بقى كده ميه على النار، هحط ملح والميه بتاعتي بقى هتغلي، هنزل بالكرنبايه. الكرنبايه بقى اقلبها كده، اخلي احطها على وشها، ماشي. وعلى ما ايه، وشها كده ينسلق، هروح انا هعمل الخلطه. معايا بقى معلقتين من الدهن ومعايا شويه من الزيت. انا بحب اعمل المحشي بالدهن ده، بنجيبه من عند الجزار وبنسيحه نحطه في برطمان كده وبنعمل منه المحشي، بيخلي المحشي تحفه. هنزل بقى بالبصل، بخرط بالبصل بقى كده. قلت ايه اما انجز شويه على ما الكرنبايه، لان الكرنبايه آه ورقها تخين وهياخد وقت في السليق، فقلت ايه انجز واعمل الخلطه كده ايه جنب الكرنب وانا بسلقه، يعني ان انا ما اوقفش نفسي. اليوم ده كان عند حماتي، قالت لي بقى عايزين نعمل شويه محشي كده، الجو ساقع. قلت لها ماشي، فانا نزلت عند حماتي، يعني اليوم ده انا بصوره لكم عند حماتي. انا رحت على البوتاجاز التاني اعمل الخلطه. معايا بقى بصل زي ما قلت لكم، معلقتين دهن وشويه زيت، وهنزل بقى بالبصل. انا خرطت 3 حبات من البصل تقريبا او 4، عايزين البصل يبقى كتير، والبصل الاحمر بيبقى في المحشي مسكر وحلو قوي. انا كده خلاص ايه، خلصت البصل بقى تخريط عشان نخلص الخلطة بتاعتنا وايه كل حاجة تبقى كده تمام. كده بقى الكرنبايه انا قلبتها زي ما بوريك كده، لما الاقي الورقة ايدي كده حسيت ان هي استوت او انسلقت، هقلبها الناحية التانية عشان اسلك الورق زي ما انتوا شايفينه كده. وحاطه صينية بقى جنبي، وبطلع الورقة اللي بتنسلق اطلعها على الصينية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. ولو انت لسه اول مرة تشوف الفيديو، ما تنسيش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انت وصلت الفيديو لحد كده، ما تنسيش تعملي لي اللايك. لو انت مشتركه ما تنسيش تعملي لي اللايك وتكتبي لي كومنت حلو منك كده. تمام. وانتظروني بقى في فيديوهات جديده ان شاء الله، باذن الله هنزل لكم فيديوهات حلوه. وبكده بقى انا قلبت الكرومبه تاني علشان الورق يستوي كويس، لاني الورق بتاعها تخين شويه، سليق بياخد وقت على ما يتسلق. تمام. علشان ما يبقاش مجلد معايا وما يستويش بعد ما احشيه. افضل اقلب فيها بقى كده، الجنب اللي ايه مستويش هقلب فيها لغايه ما اخلص ايه الكرنب. انا كده كنت سبت الكرنب ورحت اقلب بقى في البصله وكده. هو عامه الكرنب الايام ديت في الشتاء بيبقى كرنب بلدي، بيبقى مسكر وطعمه حلو قوي عن الصيف كتير. وبقى بالذات يعني في الشتاء بقى لازم تاكلي كده محشي وتدفي نفسك كده، حاجه جميله بصراحه. المحشي بيبقى في الشتاء احسن من الصيف بكتير. تمام. انا برضو عملت مع الكرنب ده بتنجان، بس انا مصورتش بتنجان، كانت ماما بقى حماتي يعني جمعيه برضو من الارض من عندنا، كان صغير بقى كده. وهي ايه، قلت لها بقى انت ايه عليك المحشي البتنجان، عشان هي جابته صغير بياخد وقت معايا على ما بحشيه يعني. هي قورته بقى وهتحشيه
وهوريكم بعد ما يتحشوا كده. يعني هي نفس الخلطة اللي انا هحشي بيها الكرنب انا هحشي بيها. خلاص كده الكرنبايه خلصت. الورقتين الخضر دوت انا هحطهم مش هرميهم لانه مش خضر قوي، بيبقى طعمه مسكر وحلو برضو. وبعدين برضو هنحط منه برضو في قعر الحله، فانا ايه هحطهم ينسلقوا. وبكده الكرنب بتاعي ايه خلص سليق. هسيب بقى الكرنب الورقتين دلوقتي يتسلقوا، ما ياخدوا وقت شويه عشان هنحشيهم برضو مش هنرميهم. وتعالوا بقى نشوف كده الكرنب خلص، وتعالوا نشوف الخلطه بتاعتنا. خلاص البصله بتاعتي انا عايزاها تتبل مش عايزاها تحمر. خلاص هضرب بقى شفشق طماطم كده وهنزل بالطماطم. انا ضربت طماطم، انا كان عندي طماطم مضروبه، فانا ايه عملت شفشق كده ايه فريش. كان عندي طماطم مضروبه في الفريزر بس مش هحطها دلوقتي لانها هي كانت مسبكه. فانا نزلت بالطماطم دي، وبعد ما ايه تسبك كده هنزل بالطماطم اللي كانت معايا التانية، كانت في الفريزر يعني، فلازم ادي دي بس تسبيكه كده عشان انزل بالطماطم. خلاص انا بقى هنزل بفلفل وكمون وبهارات، وهنزل برضو بملح. ودي البهارات بتاعتي وهقلبها واسيبها بقى تتسبك زي ما قلت لكم. بعد ما تتسبك كده هنزل بقى بالبقيه الصلصه اللي انا جايبها من الفريزر. اوريكم بقى الكرنب وانا بقطعه. اشيل كده العروق بتاعه الكرنب، وبعدين هقطعه بالشكل ده. الف الورقه بالشكل ده ما انتوا شايفينه كده، واقطعه الحجم اللي انت عاوزاه. الحجم دوت حلو كده بالنسبه لي، يبقى الصابع حلو. ومعايا مصفى بقى هحط تحتها طبق عشان لو نزل ميه ولا حاجه، لكن يعني ما شاء الله ما نزلش نقطه ميه، كان حلو جدا يعني، ولا واخد بقى كيماويات ولا حاجات من دي خالص. وهقطع بالورقه بالشكل ده كده صغيره. انا عايزه عشان يبقى الصابع بتاعي رفيع مبقاش مكلكع كده، لان الورق اصلا صبي يعني ايه الورقه تخينه شويه، بس كان طعمه مسكر وزي الفل. فانا هقطع الورق بالشكل ده زي ما انتوا شايفينه كده. انا وريتكم بس بقطع الورق ازاي، وايه هديه لماما بقى تكمل عليه، وانا هكمل بقيه الخلطه وكده يعني. وبكده بقى خلاص انا قلت لكم كده خلصوا بقى وايه. وتعالوا نشوف الخلطه بتاعتنا. خلاص انا كنت نزلت بالصلصه اللي كانت معايا برضو. هنزل بقى معايا كده، انا كنت فرمه توم عليه قرن شطه. هنزل بقى بالمعلقتين التوم دولت على الصلصه. اول ما بتحط التوم ده بيدي الصلصه ريحتها حلوه قوي. وكده خلاص الصلصه بتاعتي اتسبكت وطفيت عليها. معايا بقى كيلو رز انا غسلاه مصفيه من الميه كويس. هنزل بقى في الطبق عشان اقلب الخلطه، عشان الحله دي هنحشي فيها بتنجان، فانا هقلب الخلطه في الطبق. هنزل بقى على الرز بالصلصه وهقلبه لغايه ما احس ان الرز خلاص خد الصلصه الكفايه وبقى لونه حلو. الصلصه ايه الباقيه ان انا هركنها على جنب. هنزل بقى عليه بشويه من الفلفل برضو وشويه من الكمون والبهارات، ان انا بهاره تاني. المحشي بيحب البهارات بس مش زياده يعني عن اللزوم، برضو بمقادير مش كتير يعني، ولا كتير قوي ولا قليل قوي، متوسط كده. البهارات بتخلي المحشي طعمه حلو وريحته حلو. انا خلاص كده هتحتاج مني شويه ملح، حطيت شويه ملح. وهنزل بقى بالخضره وهقلبه. الخضره دي خضره فلاحي برضك من الغيط، حلوه وبتدي المحشي ريحه حلوه جدا. بقدونس بقى على شبت، كزبره. كزبره على شبت. البقدونس ما بنحبوش على المحشي لاني بنحس ان هو بيمرر المحشي، فطبعا احنا بنحط كزبره على شبت. كزبره ريحتها بقى تحفه منها، كزبره فلاحي بتدينا ريحه حلوه قوي للمحشي. وكده خلاص انا الخلطه بتاعتي جهزت، وهبدا بقى ان انا هحشي المحشي. اللي معايا بقى حله. طبعا المحشي احنا مش بنسويه كله في يومها، يعني بنعمل حلتين صغيرين عشان نسوي واحده تتاكل يعني ساعتها، وبعد التانية تخليها لتاني يوم عشان ما نجيش تاني يوم نسخنه يبقى لا، يبقى مسويينه كده ايه طازه.
الورق الاخضر اللي انا قلت لكم عليه هفرش القعر الحله زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده. هفرش القعر الحله وابدا بقى ان انا احشي الصوابع. هو انا ما بقفلش من الجنب، بس انا بضغط عليه. المحشي بتاعي ما بيبقش رز وبينزلش ولا رزايه. خلاص زي ما انتم شايفين كده الورق بتاعي متقطع بالشكل دوت، مش كبير ولا صغير قوي، والصابع ما شاء الله حلو زي ما انتم شايفين كده. بقرط عليه واجمد عليه ما شاء الله، طلع صابع من صابع. وهرصه جنب بعضه كده. وعايزه اقول لكم الرصه زي ما تمشوا النحله تمشوا فيها، متمشوش فيها تاني، تمشوها عكس عشان لما تمشي الاسطر فوق بعضها زي بعضها. طبعا المحشي ساعات ما بيستويش مننا ويبقى صابع وصابع، لكن تبقى رصه الرصتين عكس بعض. تمام. وبكده المحشي بتاعي جاهز. انا طبعا خلصناه، حشيت حله كمان شكل دي كده بس عينيها لتاني يوم. وحطيت بقى عودين نعناع كده على وش الحله، وهبدا ان انا اسقي المحشي واهز الحله عشان الشوربه تبدا تنزل في رصة المحشي عشان المحشي كله يستوي يبقى شكل بعضه. وده زي ما قلت لكم بقى، انا سبت ماما تحشي محشي البتنجان علشان انا قلت لها بقى انت ملتزمه بيه، انت قطعتيه صغير، انت اللي هتحشيه عشان هو بيضايقني. فهي طبعا حشيته الله يبارك لها، وانا حشيت الكرنب. وبكده بقى المحشي اللي حبيت اوريه لكم يا سيدي على الجمال. بصوا بقى حاجه كده تحفه، ريحته جميله وكان طعمه حلو قوي، وزي ما قلت لكم الدهن بيخلي المحشي تحفه. والمحشي البتنجان برضو صغنون كده وشكله حلو بس كان طعمه حلو قوي. والمحشي كده خلاص استوى، وهنغرف المحشي بقى. وتعالوا نشوف هنغرف المحشي، ويا سلام بقى واحنا بنغرفه كده. اشيل بقى النعناع برضو كده نسيت احطه في الخلطة، بيخلي الخلطة حلوة، فانا حطيته على الوش. شايفين صابع من صابع وما شاء الله اللهم بارك، كان حلو جدا. وبرضو غرفت البتنجان. وبكده بقى الفيديو بتاعي خلص. ما تنسوش بقى وتعملوا لي اللايك، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم، وتعملوا لايك عشان ماما حشت معايا المحشي الصغنون بتاعها الحلو ده. وكده خلاص انا غرفت المحشي البتنجان برضو زي ما انتم شايفينه بالشكل ده، شكله حلو جدا وطعمه تحفة. وعملت سلطة. وبكده بقى ايه الفيديو بتاعي خلص. وده كان يومي عندي حماتي، عملت الغدا تحت وكانت اكلة حلوة. ربنا يديمها علينا نعمة. وانتظروني في فيديو جديد. بحبكم في الله، احلى متابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.